تمام. هنجيب الفسيخ بتاعنا كده. ماشي. تمام. احنا هنعمل حاجه في البصل ولا نقطعه وقت الاكل على طول؟ لا، وقت الاكل على طول. ماشي. الفسيخه كده اهي زي ما هي كده، هنقطع الايه؟ الراس. تمام. وهنقطع الديل. بعمل زيك في دي. تمام. هنقطع الراس. خلي السمكه على بطنها. كده؟ أيوة. لا، خليها كده كده. اوكي. أيوة. اوقفها هنا كده عشان ما تتعبيش في القطع. حاضر. مظبوط. تمام. تمام. والديل. ماشي. الديل جامد شويه. هعمله. بيبقى عايز مقص. بيبقى عايز مصميله بس لو وقفناها على بطنها هتظبط. لا ما وقفتش كده. هات كده. تمام. عملتها. المهم ان هو يتقطع. تمام. وهنقوم جايين هنا كده. بصي. وتاني ايه؟ دي ايه؟ كده. اوكي فهمتك. من هنا كده. ايوه. خد السكينه دي كده. انا حاسه ان دي السكينه ديت بارده. طبعا الموضوع مختلف خالص. ينفع يا ده ايه ده؟ ينفع اجيب لك سكينه بارده؟ لا ما هي مش بتاعت فسيخ بقى، مش بتاعت فسيخ. بيختبروك على فكره. بعد ما قطعناها كده هنجيب الحته اللي هي في الديل دي ايه؟ نفتحها ايه؟ كده. من هنا. تمام. كده؟ حاولي تفتحي الديل، افتحي الديل للاخر، لاخر السلسله. لغايه اخر السلسله. تمام. وافتحها من فوق برضو. هي مفتوحه من فوق. احنا هي مفتوحه اوريدي. صح. دي كده. بصي بقى، انت مثلا مش عايزه تنضفي البطن ديت بالسكين، هنعمل ايه؟ هنعملها كده. تمام. وبمنديل ايه؟ بمنديل. تمام. بالظبط. يعني عشان برضو اغلب الناس بتنضف القشر والكلام ده. يا جماعه السمكه طالما معموله طازه، مش منفوخه او معفنه او كلام من ده قبل التمليح والقشر سايب من عليها، بيفضل قشرها ماسك عليها حتى واحنا ايه بننضفها. انا كده شلت كل حاجه. تمام. لا هقول لك انا اهو. خد المنديل اللي معاكي. حاضر. نمسك السمكه كده. ونتكه فين؟ هنا كده اهو كده. تمام. اهي. ده كده سهل. ونمشي الايه؟ ونمشي صابعنا كده. تمام. ونيجي من هنا ناخد الايه؟ السلسله دي ايه؟ دي كده. خدها من لا فوق. من الديل. من الديل. من عند الديل. نفصل من عند الديل. ايوه. انا اول مره في حياتي اعمل كده. انا مش قادره اصدق ان انا بعمل كده. محدش هيصدقني لو قلت له. كويس ان انا بصور الموضوع ده كده. لا ثانيه واحده. دي كده انا طلعت اللحمه. ثانيه واحده. بصي. مفيش مشكله. هي ديت ايه؟ ايوه. مش مشكله. ده بيتاكل بقى. ده بيتفسخ بقى بقى اللحمه كده. دي عادي. تمام. مفيش مشكله. تمام. خلي ديت عشان عملناها كده. زي ما احنا ايه، نيجي هنا. تمام. ونعمل ايه؟ دي ايه؟ كده. احنا طبعا الشوك ده ما احناش عايزينه عشان ايه؟ ما يبهدلناش في الايه؟ في الاكل. في الاكل طبعا. لا مش بايدي. بصي. لا ده انا مستنياك بقى. اصل دي تلمه شويه، فقلت انا اتفرج عليك. تمام. بس ايه بالراحه عشان ما نطلعش الايه؟ اللحم منها. ما انا قلت اهدار بقى، مش عايزه اهدر الثروه السمكيه. اتفضل. انا اعمل دي كده. مشي السكينه على الحرف كده. كده. لا اللي وراه يعني ايه؟ فاكرين بتقطع كده. بصي. من اول. خليني اجيبها كده. دي هنا كده. مفيش مشكله. ايوه. تمام. مظبوط كده. بيطلع اهو. وش السكينه بقى. ماشي. مش مشكله بقى. بايديك عادي. مفيش مشكله. السمكه دي كانت رفيعه شويه، مش زي العاج. حظكم المره دي بس اللي موجود عند الحجم بتاعكم لا انا بهزر. والناحيه الثانيه كده. بصي. اوكي. انت بتعمل حاجه بتطلعها كده لفوق. ايوه. اوكي. بس بالايه؟ واللي في الجنب دي. ماشي. مظبوط. وبعد كده يعني التنظيف اصعب من التمليح.
لا لا مش صعب ولا حاجه، انت لو اتعلمتي التنظيف هيبقى سهل بالنسبه واحده لك. واحده خلاص. هنيجي بقى من هنا كده من عند الديل نعمل ايه؟ نفصل دي ايه كده. ما ينفعش نجيبها العكس، لو جبناها العكس هنتعور من الشوك ده. من عند الديل. من عند الديل ايوه كده بالظبط. لا جنب اللي جنب ديت عشان نفصل اللحمه عن الايه؟ عن السلسله دي. ماشي تمام. والناحيه الثانيه ايه كده نفس الحكايه بالظبط. حاضر. اهي اوكي عايزين كده؟ مثلا عايزين نشدها بايدنا، مش مفيش مشكله. عايزين نعمل السكينه كده. تمام كده كويس. انا مشدها بايدي كده تمام كويس. مفيش مشكله. برافو. ماشي. كده احنا بنخليها بقى ايه؟ كده ايه؟ من الجلد مخلاه بقى والشوك وخلاص. يعني كده المرحله يعني عايزين ناكلها سنجاري زي ما احنا فتحناها كده، ناكل من قلبها. اوكي. عايزين نخليها خالص لحم صافي احنا قلنا خالص. هنعملها سلطه عشان كده بقى قلنا تمام، نطلعها ونقطعها ونجهزها. مفيش مشكله. كده بايدي طيب طبعا ايه؟ زي ما انت شايفه كده مفيهوش حاجه. ده ما فيهوش حاجه بس ولا نضفنا قشر ولا بهدلنا المطبخ ولا عملنا اي حاجه خالص. انت عارف شم النسيم اسمه اصلا هو اكيد دي عارفها من عند برضو من عند قدماء المصريين، كان اسمه شمو. العيد كان اسمه شمو، وبعدين المصريين بقى حرفوه وسموه شم النسيم. انت بتاكلي فسيخ؟ انا عمري ما اكلت فسيخ، بس برضو بما اننا بنعمل الفسيخ قلت اقول لك المعلومه دي. انه شم النسيم ده عباره عن يعني كان اعياد مصريه قديمه جايه من حاجه اسمها شمو، عيد شمو. انت بتعمل ايه؟ بتحط ليمونه او حته حته بنحط ليمونه. دوقي كده، دوقي كده. لاول تجربه، لاول مره في حياتي، لاول تجربه للتاريخ. بس بصراحه هيجي معاكي ولا لا؟ دوقي ما تقلقيش. طب والله حلو، بحياة ربنا حلو. تمام. طبعا هنعملها سلطه صح؟ هنقطعها كده. اوكي كده تمام. ونبتدي نقطعها مكعبات. انا هخش معاهم في الخناقه بعد لا بجد بجد حلو قوي. ألف مليون هنا. بعد ما نخلص بقى اسالك على فروعكم اللي في القاهره هنا عشان مفيش مشكله. تنورينا. بتعملوا دليفري؟ تنورينا بنبعت. عندنا جميل. كل حاجه تمام يعني. هتقطعي حاجه ولا اقطعها انا؟ زي ما انت عايز. اللي انت عايزاه براحتك. خليني اقطع ما فيهاش بتاع. اقطعها كده مكعبات كده. مكعبات حاضر. هي طريه خالص. خدي دي. بعدين اخدها احطها في البوله ولا بنعملها الاول بنحيقها الاول هنا؟ لا زي ما هي كده. لا السكينه دي نقطع السمكه الثانيه برضو. والله اللي سعادتك ولا اسيبها لهم بقى اللي انت عايزاه. ولا عايز تعملها دي سنجاري؟ لا عادي اللي انت عايزاه مفيش مشكله. انا قلت نعمل طريقتين. تمام نعمل ديت سنجاري برضو بالزبط. من قلبها مفيش مشكله. يبقى نخلي دي كده. اوكي قولي عايز نعمل ايه دلوقتي؟ نخلي دي هنا. حاضر. السرعه والحرفنه بقى. احنا هي نفس طريقه التنظيف بتاعت المره اللي فاتت، مفيش. والناس بقى وهي بتاكل السنجاري ده هم اللي بيطلعوها بياكلوها بايديهم حته حته. تمام مفيش مشكله. يعني ايه بنحاول نفصلها حاجات بسيطه نفس الحته دي نفس الحركه دي وخلاص. نقطعها كده بحيث ان هي لما نيجي ناكل تطلع معانا مكعبات كده
خلاص خد دي. خلاص دي. وبعدين نجيب ايه بقى؟ ده. اها. تمام. طبعا بقى بالنسبه للسلطه اي اضافات تانية عايز تحطها برضه مفيش مشكله، فلفل الوان، ما تحطوش بهارات ولا اي حاجه وقت الاكل؟ لا لا لا، البهارات بتغير طعم الحاجه. اوكي، الليمون هو بس. زيت وليمون وخلاص على كده. عايز يحط طحينه ماشي، بصل اخضر، ديت اذواق. انا كنت اشوف السفره 70,000 رغيف، كم ألف حزمه بصل اخضر وهو كده. هي اكله بسم الله ما شاء الله بتاكل يعني. شكلها حلو، شكلها حلو قوي، الوانها حلوه. وده بص بقى، انا كل محافظه بقول كده، الاكل المصري بهاراته قليله قوي والله. كل محافظه كده، كل محافظه ليها طابع خاص، بس حقيقي يعني المطبخ المصري بهاراته قليله. احنا بنستطعم طعم الحاجه بس. طبعا. تحب نطلع فاصل ونجيب عيش ومش عارفه ايه؟ مفيش مشكله. عايزه نجيب عيش هنجيب عيش ونظبط الدنيا كده، نروق كده زيت لو في الدنيا زيت ونظبط تمام. ونجيب الزيت ونحط. مفيش مشكله. طيب احنا هنطلع بس فاصل وننضف الترابيزه ونحط العيش عشان انا عايزه اكل. دلوقتي ميعاد مسابقتنا، الفسيخ تاريخه من قد ايه في مصر؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل، نضفنا ظبطنا المليمه بتاعتنا والعيش وكل حاجه. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي والالوان والحاجات. فاضل لنا بس البصل. تمام. بس هنزين ديت الاول، نبدا بقى نرص وناكل. هنزين دي الاول كده. اوكي. انت قلت لي معلومه واحنا بنروق، قلت لي ايه على لونها ما غيرش واحنا بنرص كده. حضرتك الفسيخ لو دلع خالص الملح قليل فيه وفتحناها مثلا في البيت على ما نجهز البطاطس والعيش وكلام من ده، اوكي، اللون بتاعها هيأكسد ويسمر. اوكي. لكن لو ملح مظبوط هيفضل لونها ما يتغيرش، اللي هو البامبا ده حلو زي ما هو مش هيتغير. حلو قوي. عشان بس معلومه لبعض الناس، تمام، بيشتروا من الفسخاني مثلا بتبقى الحاجه دلع بيفتحها في البيت على ما بيحضر البطاطس وكلام من ده تكون اسمرت. تحب ارص انا ده لما نبدا نقطع البصل؟ مفيش مشكله، اتفضلي. خلينا البصل هنا. في سؤال بقى اتسال لي عجبني قوي واحنا قاعدين بنروق الدنيا. تمام. دلوقتي احنا لما اشتغلنا وشفنا البروسيس بتاع التمليح ده، احنا ليه ما بنفتحش السمكه واحنا بنجهزها وننضف اللي جواها وبعدين نملحها؟ طبعا احنا لو فتحنا البطن ديت احنا بنملح السمك، بينزل منه ميه. تمام. طبعا الميه ديت بيبقى فيها طبعا البكتيريا اللي نازله منه ايا كان. في بكتيريا، هو في بكتيريا ضاره وفي بكتيريا نافعه. بتبقى نازل منه البكتيريا بتاعته اي حاجه، رواسب عليه، اي كلام من عليه. فاحنا لو فتحنا البطن وشلنا الاحشاء كده، البطن مفتوحه داخل، معرضه مثلا دخول الميه ليها معرضه للملح للملح وللميه اللي داخله فيها البكتيريا. فاكيد هتبوظ اللحم بتاعها. يبقى احنا بنحاول ما نفتحش السمكه ونخلي للملح منفذ واحد بس. بالظبط. ما هي الاحشاء دي اكون جاوبت على السؤال. الاحشاء ديت فيها غلاف حامي اللحم والبطن. اوكي. احنا لو شلناها هيبوظ اللحم. صح كده. فهي برضو الشرشه لها عامل اساسي في دخول من النقشوش، تنفخ البطن تطلع مراره وعفونه وتحمر لون السمكه من جوه، بتخلي طعمها حلو، لا لسعه ولا مراره في اللحم ولا اي حاجه خالص. شكرا على المعلومه دي، شكرا على المعلومه دي، تسلم. هنقطع البصل اهوت. اوكي. نسيبه كده تمام ولا نقطعه خالص؟ حسب بقى. حلو كده. تمام. في بقى ناس تحب تاكل ده كده، البصل ده، البصل الاحمر ده او البصل الاخضر، وناس تحب تحط طحينه، ناس تحب تحط زيت. والله في طريقه محدده لاكله ولا الموضوع بيبقى ايه؟ لا، هي ثقافه محافظات. تمام. واختلاف اذواق. اما بالنسبه احنا لينا في كفر الشيخ، احنا بنحب نفتح الفسيخ زي ما احنا فتحناها كده سنجاري. تمام. ايوه. وناكل كده. اوكي. ناكلها كده. لا كده. مش ما تحطش كده. بس ما تحطش كده. احنا اي حد عندنا في كفر الشيخ بياكل 2 كيلو وهو بيتغدى. يعني بس كده قبل ما يتغدوا بقى. تمام. دول هنا شكلها حلو قوي.